راح اسوي لكم عصير تمر هند وثلاث مكونات وتابعوا الطريقة. تمر هند، سكر، ومي. هذا التمر هند هذا خالي من النمونة مالته، يعني من الحب مالته، ويجي بدون حب مالته. باو انا راح اقسمه. انتم حسب الكمية تردونه، اذا تردون كمية هواية ضيفوها كلها، واذا مو كمية هواية شي قليل ضيفوا نص. هسه قسمت، هسه ضفته بالخلاط. راح اضيف الشكر، احب اضيف وياه ثلج، يصير اطيب شي من تضيفون ثلج. ضفت نفس الثلج، راح اضيف مي، شي قليل نضيف مي، كوب مي، بعدين نشوف الضخن مالته، وبعدين همينه نضيف له مي حسب الضخن مالته. وبعدين نضربه بالخلاط ويصير هالشكل هذا، يجي الضخن مالته. طبعا مو كلش ضخين وياكم، يجي زين. قالت لي قول عينك ميزانك. وراح اتمنى لكم، وشنو رايكم بيه. هسه خلينا الجلاس مال التقديم اللي قصبه هالشكل هذا. احب ازين هالشكل هذا اني، انتم حسب التزيين انتم. وشنو رايكم بيه؟ ان شاء الله يعجبكم، شي بسيط حبيت اسوي لكم. وراح اضيف التمر هند، طبعا انتم بعد تحكون من المنظر. ان شاء الله يعجبكم. راح نذوقه وياكم. طبعا ما اوصفلكم على الطعم، انصحكم تجيبونه وتجربونه، وان شاء الله يعجبكم. ووقعكم سلامكم العافية. مع السلامة.